ايه الأسباب اللي تخلي يوجين أو في قول آخر فلين رايدر يقدر يكتسح قلوب كل البنات ويضرب أمراء ديزني المحنكين بالجزمة؟ أول حاجة، مش الأوسم ولا الأحلى، ولكنه عبارة عن كاريزما متحركة. رغم إنه عارف إنه كاريزما متحركة، لما حاول يغري رابنزل لمدة 5 ثواني وفشل، ما قاوحش ونفذ اللي هي عاوزاه. تاني حاجة، باد بوي أنيق لابس كاجوال، مش بليزر ملكي مدفي رقبته. تالت حاجة، واضح وصريح وبيقول للأعور أنت أعور في عينه. كان ممكن يعمل هدنة مع الحصان لما رابنزل طلبت منه كده، بس هو فضل ثابت على رأيه. حيلك ده حصان وحش قوي. رابع حاجة، قريب من رابنزل في السن، يعني ما عندوش بيدوفيليا. خامس حاجة، محدد أهدافه، ما بيحبش يزوقها عشان خاطر يرضي حد، رغم إنها أهداف مادية. أنا أحلامي مش رايقة، مش زيكم في الحقيقة، بتمنى أعيش حياة أتمتع بيها، أشتري لي جزيرة بعيد لا وأعيش فيها وحيد، حواليا جبال فلوس أتمرغ فيها. سادس حاجة، رغم إنه انطوائي وكان عايز يعيش مع نفسه في جزيرة بعيد مع فلوسه يتمتع بيها، لما حب رابنزل غير فكرته وعاش معاها في القصر اللي مليان ناس. سابع حاجة، بيعترف من أول قلم. يوجين ماشي، أنا اللي ألحيت. تامن حاجة، هو الشخص الوحيد في العالم كله اللي السكسوكة لايقة عليه. 9، رغم إنه حرامي ولكنه كان محدد لنفسه قدوة يقتدي بيها ويمشي على نهجها، فلين رايدر الوسيم المحبوب اللي البنات كلها بتحبه. 10، لما رابنزل طلبت منه إن هو يوريها المصابيح، كان ممكن يوريها المصابيح من بعيد وخلاص ويخلص نفسه يعني، بس هو ما عملش كده، بالعكس هو صرف وكلف وأجر لها مركب واشترى الماكسيموس كمان تفاح. 11، ما اتكسفش يبين خوفه قدام رابنزل، بالعكس أحباله الصوتية كانت هتتقطع لما شاف شعرها بينور وبيشفي الجروح. 12، ضحى بنفسه عشان خاطرها وراح اداهم التاج عشان يسيبوها. واجه جوثل القادرة رغم انه عرفها من يومين بس، ناضج بما يكفي عشان يعرف يحدد مشاعره، مش زي الحلوف اللي لا يبالي اللي انت بتكرشي عليه من 7 سنين. 13، شاطر وقوي لوحده، يعني ما عندوش قرد يساعده زي علاء الدين، ولا ابوه كان زيوس زي هرقل. 14، يتيم وتربى في ملجأ، رغم ده ما كانش عايش دور الضحية، لا كان فرفوش وبيقرأ الأطفال الملجأ قصص عن فلين رايدر. 15، بيحب الشعر البني، مش بيجري ولا أي واحدة شعرها أصفر. 16، رابنزل كانت حلمه الجديد. 17، عشان أنا بحبه بصراحة، وانتوا بقى بتحبوه ولا ايه؟ اكتبوا لنا في الكومنتات.